كده يبقى السعودية هتدفع تريليون دولار، وقطر هتدفع تريليون و200 مليار دولار، والامارات هتدفع تريليون و400 مليار دولار. مش هو ده الموضوع اللي انا جاي اكلمك فيه، ربنا يزيدهم ويبارك. انا جاي اكلم بعض الناس اللي مش عاجبها الموضوع دوت. انت يا باشا ايه اللي مضايقك في الفلوس اللي هم بيدفعوها؟ الفلوس فلوسهم ومن ثروات ارضهم وخير بلدهم، هم مش واخدينها من جيب حضرتك ولا واخدينها من خير حضرتك. مش حضرتك اللي هتدير لهم شؤون بلدهم، مش حضرتك اللي هتعرفهم الصح فين والغلط فين. زي ما قوتك انت من قوتهم فقوتهم هم من قوتك انت برضه. هو في 2011 مين اكتر دول وقفت جنبك؟ مين اكتر دول وقفت معاك؟ بكلام الرئيس السيسي نفسه. لو ما كانتش الاموال دي والدعم ده موجود، الدولة دي ما كانتش هتكمل. وانا لما بقول كده بعترف بفضل الناس. حد يزعل؟ مش كان في طوابير ان ما كانتش الدول الخليج، السعودية والامارات والكويت حطوا ارقام. انا عايز اقول لكم السفن المشتقات والغاز والبوتاجاز اتحولت من البحر المتوسط والبحر الاحمر الى الموانئ المصريه كده كل شهر. نسقف ونحيي. وطبعا لو استثنينا قطر من الموضوع ده، تشوفني بطبل لهم، تشوف لي برقص لهم. يا باشا بطبل لهم وبرقص لهم. وانت لو فكرت فيها 5 ثواني هتلاقي انت بالنسبه لهم اسطوره اصلا. لما يكون عدد سكانك فوق ال 120 مليون غير الناس اللي قاعده عندك وهم عدد سكانهم ما يكملوش 35 او 40 مليون، وتعمل كل اللي انت عامله دوت وانت خارج من ثوره ودمار وبلد ما تحطش فيها مسمار لاكتر من 40 سنه، وبتبني وبتعمر بلدك وسط مشاكل وارهاب وحصار اقتصادي عليك، فانت بالنسبه لهم اسطوره. عندك كميات البترول اللي عندهم ولا عندك كميات الغاز اللي عندهم، ربنا يزيدهم. الامير محمد بن سلمان بنفسه لما جه مصر قال لك انا شفت مصر العظمى وهي بتتبني. اليوم في مصر العام الماضي تحقق نمو في اقتصادها 5% تقريبا او اكثر. معدلات البطاله تنخفض بشكل سريع جدا في مصر. انشاء الوحدات السكنيه ومشاريع البنى التحتيه تتزايد بشكل انا اكاد اصدقه في مصر. ازور بعض المواقع في مصر أجد المسؤولين من أكبرهم إلى أصغرهم يبكون وهم يعملون على الأرض من أجل استعادة مصر العظمى ومصر القوية. السيسي ملك، وأنا بقولها من كل قلبي، وأنتوا طبعا عارفين أنا بحبه قد إيه. بس ما تجيش تقول إن السعودية دفعت كذا وقطر دفعت كذا والإمارات دفعت كذا والسيسي عمل كذا. أنت يا باشا بتساعد عدوك في زرع الفتنة ما بين الدول دي. إحنا بقالنا سنين السنين بنعاني من الفتنة اللي بتحصل ما بين الشعوب العربية، واللي إحنا عارفين مين اللي بيعملها. فأنت ما تروحش تساعده في حاجة زي كده. ده هو فرحان بيك على فكرة جدا.